موازية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حرب لا تقل ضراوة يتراشق فيها الطرفان البيانات والبلاغات مستخدمين صورا وأشرطة فيديو. الحديث هنا عن حرب المعلومات، فمنذ بداية الاشتباكات في السودان لم تتوقف حمى الأخبار والبيانات عن اجتياح وسائل التواصل الاجتماعي. آخر فصول هذه الحرب الصراع الدائر حول مبنى القصر الجمهوري، فبينما أكد مستشار قوات الدعم السريع يوسف عزت سيطرة عناصر الدعم على القصر الجمهوري، لم يتأخر الناطق باسم الجيش السوداني في نفي ما وصفه ادعاءات قوات الدعم السريع. نحن نسيطر على القصر الجمهوري، نحن نسيطر على كل المغار المتواجدة على طول شارع النيل، كل الوزارات. نؤكد أنه لا صحة إطلاقا لاستيلاء أو سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة على أي من مقرات القيادة العامة، ولا على قصر الضيافة، ولا على القصر الجمهوري. هذه أكاذيب. فصل آخر من الحرب الإعلامية دار حول مبنى التلفزيون، فالطرفان أعلنا معا السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. الجيش السوداني أكد استعادة السيطرة على المبنى وبث بيانا وصف فيه قوات الدعم السريع بالميليشيا، لتعود لاحقا قوات الدعم السريع وتبث صورا أمام مقر الإذاعة والتلفزيون وتؤكد سيطرتها بالكامل عليه. من أمام الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون أم درمان نحب نطمن الشعب السوداني إنه قواتكم قوات الدعم السريع الباسلة الآن مسيطرة على إذاعة القومية من هنا أم درمان إذاعة جمهورية السودان. حرب المعلومات امتدت إلى حدود مقر إقامة القائد الأعلى للجيش عبد الفتاح البرهان. عناصر من الدعم السريع نشرت مقاطع فيديو أكدت فيها اقتحام منزل البرهان، قبل أن ينفي مصدر في الجيش السوداني ما تم نشره، معتبرا أن الخبر مضلل وغير حقيقي. من بين أهم الأدوات المستخدمة في حرب المعلومات هذه وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعج بالكثير من الأخبار الداعمة لرواية طرف على حساب آخر. وإن كانت هذه الحرب النفسية الموازية لا تزهق أرواحا، إلا أن تأثيرها قد يكون أكبر على مجريات الأحداث. وسام الذهبي، العربية.